صراحه مش عارف شو ابلش الفيديو، كل شباب بيوم واحد ولا والله شو بين شباب. لا هذا يوتيوب. هلا والله شبابين شبابات، صباح الخير، شو اخباركم؟ صراحه مش عارف شو في كثير شمس. المكان هذا اللي انا صورت يمكن فيه 100 بارت، بس هو هون هذا المدخل اللي كنت اصور عليه بدايه كل شباب بيوم واحد بكل فيديوهاتي على التيك توك والانستغرام. فعشان هيك كل شباب بيوم واحد بس فلوج على اليوتيوب. مرحبا، انا حسين من المستقبل. المهم نسيت اقول لكم كيف اجتني فكره كل شباب بيوم واحد فلوج على اليوتيوب. تقريبا قبل اسبوع نزلت ستوري واجاني واحد من حيث لا اعلم قال لي حسين زمان على كل شباب بيوم واحد. فهون اجتني الفكره، رجعت انا كمان مره نزلت ستوري قلت لكم يا جماعه اعملوا رياكشن على الستوري اذا حابين انزل كل شباب بيوم واحد. وللامانه اجاني تفاعل مش طبيعي، كل الناس صارت تقول لي نزل كل شباب بيوم واحد زمان على كل شباب بيوم واحد فرانسيسكو بلا بلا الى اخره. هون انا تحمست واجتني فكره اللي هو فلوج كل شباب بيوم واحد على اليوتيوب. لحد هلا ما بتعرفوا، فعشان قررت اني اعمل كل شباب بيوم واحد بس فلوج. والصراحه حبيت اعمل هالفيديو اشوف كيف التفاعل حيكون، لانه وفكره اصلا غريبه او جديده حتكون علي، لانه انا بالعاده بصور كل شباب بيوم واحد بيكون مقطع سريع، بيكون دقيقه نص دقيقه، بس انه حيكون على لونج فورم هيك اتوقع حيكون اصعب. مش اصعب، حيكون شوي غريب بس حيكون حلو اكيد ان شاء الله. اوكي نرجع نكمل الفيديو. اوكي الساعه تقريبا 12، مش عارف اذا شايفين من الشمس. وهي حتكون اول وجبه اللي هو الفطور. صراحه اليوم انا نفسي فطور امريكي اللي هو بتعرفوا هذا البيض والبيكن والبانكيك. طبعا بيكن حلال بيف، ما حد يجي يقول لي بيكن حرام، لا مش حرام، بيكن بقر. للاسف اللي حاب يشوف فرانسيسكو اليوم على الفطور ما اتوقع، لانه انا نفسي فطور امريكي، وبعد الفطور الامريكي يمكن والله نروح ناكل فرانسيسكو، ما بعرف، استنى حسب اذا حيضل في مكان ولا لا. بس اتوقع الفرانسيسكو ما بتحتاج يكون في لها مكان، هي سندويش صغير اصلا، 3 لقمات 3 لقم بتكون خلصتوها. بس مش عارف قبل ما افطر اروح احلق، لان انا بدي احلق اليوم. احلق بعدين افطر، ولا افطر بعدين احلق، ولا شو اسوي؟ مش فاهم. والله مش عارف، هلا بنشوف. لانه زي ما انتم اشتقتوا لناصر انا اشتقت له كمان، ما بشوفه غير كل اسبوع ولا اسبوعين. مرحبا، اسمعوا اعملوا بوز للفيديو 10 ثواني بس، لا مش من هلا بس اقول لكم شو حسوي. استنوا، الكل بده يمشي على نفس الخطوات اللي احكوا عليها، كلنا احنا نمشي مع بعض. حتى انا بنصغر الشاشه، ننزل نكبس لايك، بعدين نرجع نكبس سبسكرايب. مش رح ياخذ منكم الموضوع كله سنتين، كلها كبسه بكبسه بس الكبسه الثانيه احلى. لا الكبسه اللي انا باكلها اطيب. شكرا لحسن تعاملكم، اتوقع 10 ثواني خلصت، روح كمل الفيديو. اسمعوا انا على الطريق بتصل بناصر بقول له انا 10 دقائق بكون عندك. حسيته بيحكيني بنفسيه معفنه، مش عارف ليش. بدي اشوف شو قصته، غريب، اول مره هيك بيحكي معي، هيك من قفا ايده تحسه بيحكي. يا طنط انت اخر مره وين؟ ما يصير مكان. انا معلوم انت روح اخر مره مكان ثاني. بس انا يعني انا ما يصير، انا بس يصير هذا 5 دقيقة سريع. هذا ما في زين والله، انا في انتظار انت. طب اخر مرة خلاص، ايش سوي حلاقة اليوم؟ ان شاء الله. اوكي الحمد لله خلاص. وهيك بنقول خلصنا حلاقة. شو رايكم بالشعر؟ لا ناصر معلم، بس منيح خلاني احلى عنده والله. هالمرة رحت على محل ثاني عملت ستايل، بس صراحة تعتبر خيانة هاي، ما بعرف. المهم اجى وقت الفطور، طلبت الامريكان سلام، بيجي فيها سكرامبل ايجز مع تشيدر، تركي بيكن يعني حلال. بيقولوا لا بيكن حرام، هذا تركي اللي هو ديك الرومي، مع هاش براون سوسج وتوست. قبل ما يجهز الاكل حاب احكي لكم موضوع الصراحه، الاحتباس الحراري بتحسوه انه هو يعني اوكي واحد مهتم خليني اكل. هاي السكرامبلد ايجز، هاي السوسج البيكن والبراون بريد. هاي اول مره بعمل هالنوع من الفيديوهات، الصراحه غريب اني اصور فيديو اكل طويل. خلينا نقول بسم الله. تعرفوا الاتيكيت، شوكه باليسار والسكينه باليمين، بس ما بدنا ناكل باليسار بناكل باليمين. هذا اللي بحبه عندهم، انه الاكل كثير فريش، بيطلع لك جاهز من المطبخ، يعني ما بيكون بارد او كذا مثلا بيسخنوه او شيء، لا بيطلع لكم فريش وطيب. الشوكه والسكينه مش لاقيهم، بياكل بايده. في زبده هون حاطين. بس نشوف شو بنسوي. بنحط شويه بيض مع شويه بيكن، وبنقطع من الهاش براونز، واخر تاتش اللي هو الكاتشب. يمكن تقول الكاتشب وبيض كيف، بس والله الكاتشب والبيض رهيب. شوفوا منظرها ما احلى. بحكي بعد اللوم الثاني مش من اول لوم. لا اتوقع بده ثلاثة. هذه يمكن افضل فلافل اللي هو مخ. اكون بدي اقول لكم هذا افضل فطور، بس الفلافل نطت. هذا فطور طيب الصراحه، خفيف كثير هيك فليفر. والحلو انه بالبيض بحطوا 3 انواع من تشيدر تشيز. لا 3 ولا 1؟ اتوقع 1. اصلا تشيدر تشيز هي نوع واحد، ما بعرف. المهم هاش براونز رهيب، من برا كريسبي ومن تحت هيك مستويه بس طريه. السوسج رهيب الصراحه. البيكن عشق الصراحه، بس مش الديك الرومي. اتوقع البيف اطيب لانه فيه دهن اتوقع اكثر، فبكون كريسبي اكثر. كاني انا لابس نفس البلوزه اخر مره باخر فيديو. والله لا اتذكرت الفيديو كان من اسبوعين يا جماعه، بتسمحوا لي يعني الناس اقول لكم الصراحه عشان ما اكذب عليكم، انا ما عندي غير هالبلوزتين، كاتشب مع بيض. والله كاتشب والبيض طيب.
اوكي اتوقع هيك بكفي. البيض هذا ما حكبه، حاخده معي بدي اعطيه للبسس عشان ياكلوه. ما اتوقع بس تاكل بيض مع جبنه وكاتشب. اذا اكلوا ما اكلوا يبقى هاي مش مشكلتهم البسس، وهم حيتحاسبوا على الاكل. بتعرفوا انا كمان ليه ما كملت هاي؟ عشان هلا حاعمل لكم مفاجاه. وطبعا ما بصير انه فلوج كل شيء واكل بيوم واحد وافطر بدون سندويشتي الصغيره العزيزه على قلبي لفرانسيسكو. والله ما بصير، لازم اجبر بخاطرها. هاي لا تعتبر فطور، هاي تعتبر سناك. بدنا نحطها بالسناك هالمره. يلا كيسه هي. يريد واحد فرانسيسكو. ركب زياده طحين. واحد فرانسيسكو زيادة طحين. ايوه. ليش زياده طحين؟ خليني اقول لكم ليش. الكاميرا ليش هيك مش ثابته؟ اوكي الفرانسيسكو بتيجي بهاي العلبه. هاي العلبه، هذا الكيس طبعا فخم 5 نجوم، بس هذا هو المطلوب. هون شايفينه السحر كله هاي السندويش. انا على فكره السندويش شوفي يعني بتطلع قد كف الايد تقريبا، حقها 6 دراهم. هاي كثير مفيده باخر الشهر. 6 دراهم تيجي تاكل لك سندويشتين، تشبع، بتتوكل على الله، بتعمل حالك وبتمشي. مع ان انا اليوم حاكل، ليش الكاميرا هيك بتهز؟ اليوم انا حاكل سندويشي بس عشان الفيديو، هاي تجربه لكم عشان تشوفوا كل شيء باكله بيوم واحد، خصوصا لفرانسيسكو خلف الكواليس. اقول لكم شو السندويش مكون. السندويش بتكون مكونه، شوفوا من شو. هاي هي شكل السندويشه. السندويشه عباره عن خبزه البراتا، اللي هي ما اذا ما بيعرف خبز البراتا هي زي خبزه زي الشباتي. اللي اذا ما بتعرف شباتي، اذا ما بتعرف شو الشباتي والبراتا انا ما لي دخل. خبزه بيعملوها الهنود اتوقع. المهم بتكون مع شيبس امواج، اللي هو هذا كمان، هذا عندنا بالامارات، ما بعرف اذا موجود برا، بس اسمه امواج كثير طيب. مع دجاج التشيلي اللي هي هاي، بكون دجاج بتتبيله كمان هنديه طيبه، مع شويه طحينه ودقوس وصوص تبعهم خاص. هلا شوفوا انا بالعاده يعني اصلا سندويشه جدا صغيره تقريبا، يعني فيك تاكلوا منها هاي 5 4 6 7 8 على الماشي. بس انا معدتي صغيره، ما بقدر اكل اكثر من تنتين او وحده، هي وحده ماكسيموم بس. قنبله من النكهات. هاي السندويش طبعا بتتاكل ب3 لقم، اذا اتاكلت باكثر من لقمه يعني 4 أو 5 ما ترجع تاكل فرانسيسكو. هيك انت ما بتغلط حقها لو سمحت. كون 3 لقم. هاي اللقمه الثالثه، وبعد هاللقمه بشوفكم بالغداء. راح يكون صراحه نفسي بتشيكن كاري، فحروح اكل تشيكن كاري من كافيتيريا كمان رخيص بس كثير طيب. مش عارف ليش اليوم عم باكل اكل هندي كثير. الفيديو هذا كله اكل رخيص صراحه، الا الفطور كان شوي غالي، بس انه هاي الاكلات كثير رخيصه وطيبه. وهلا بدي اروح على البيت، عندي كم من شغله بدي اخلصها، بعدين نروح نمشي شوي عشان تعرف نحرق اللي اكلناه، يعني نمشي ساعه هيك هرولة على السريع، بعدين نروح على الغداء. فين هاي اخر لقمه الصغيره، شو بنقول لها؟ راحت. هلا والله كيف حالكم شبابين شبابات؟ هذا هو السيت اب المتواضع تبعي، جرين سكرين مع خشبه ورا. هلا اجى وقت السناك. هون راح اصير اصور ان شاء الله اغلب فيديوهاتي، يمكن اسوي فود ريفيوز هون، ميمز، رياكشنز، حتى مقالب، بس مقالب مش هون يعني برا. المهم اجى وقت السناك. شو هو السناك؟ هلا بقول لكم شو هو. تويزلرز اذا ما بتعرفوها، هذا مش اعلان ولا شيء، بس عن جد اسمعوا. كثير التكستشر تبعها والفليفرز انا بحب اجيبها ميكس، ما بحب. هو في اكثر نوع اتوقع مشهور اللي هو الكرز، بس انا ما بحب اجيب بس الكرز، بحب يكون ميكس. بس هذا الميكس المشكله انه طيب بس ما فيه نكهه الكرز، وانا صراحه بحب كثير نكهه الكرز، فاحيانا بجيب هيك احيانا بجيب هيك. المهم ناكل السناك هذا على الخفيف، بعدين ننزل نعمل الرياضه ساعه نص ساعه ماشي هرولي على الخفيف. اهم شيء انه نحرك جسمنا يا جماعه، الرياضه جدا مهمه، والعقل السليم في الجسم السليم، صح؟ مين سليم؟ نبدا باول نكهه. طبعا انا هذا تقريبا شبه خلصته، ما في غير 5 6 حبات. فيها نكهه برتقال وعنب فراوله وتفاح، بس مش حاطين. لا هي شوفوا، هذا هو ستروبري اورنج ليمونيد ووتر ميلون بلو رازبري وجريب، يعني فراوله اورنج ليمون بطيخ بلو رازبري، الرز بالتوت هو اتوقع التوت، وعنب. نبدا باول نكهه واللي هي بلو رازبري. جد هاي من افضل الحلو عندي. الحلو فيها التكستشر تبعها، والحلو كمان احلى منه انها لو فات، يعني الفات اللي فيها قليل. يعني حبه واحده يمكن فيها، انا حسبتها يمكن اتوقع 30 كالوري، اتوقع كثير انا عارف، او 20 كالوري، بس سناك از سناك. ثاني نكهه الموجوده عندنا اللي هي التفاح. والله لونها كثير حلو صراحه. شوفوا فوكس يا زلمه، مشان الله فوكس. نعمل حركه الميك اب ارتست. والله زبطت. طعمه التفاح فيها خفيفه بس كثير طيبه، يعني خفيفه بس كل ما تمضغ اكله كل ما طعمه النكهه بتطلع. اخر نكهه واللي هي نكهه الليمون. شوف الامانه كان اكثر نكهتين طيبين، اتوقع انتم عارفين ليش مش موجودين، لانه اكلتهم. اللي هو البطيخ والفراوله كان، والجريب طيب. لا بطيخ وفراوله اطيب شيء، بعدين اتوقع برتقال، بعدين الرازبري، اتوقع هي اخر شيء. مش ما عجبتني طعمتها، بس طعمتها فيها شوي مراره، لانه ما بعرف مش مضبطين منيح. المهم خلص انا ليه بحكي كثير. لا والله طيبه، فيها مش مراره، فيها مراره قشره الليمون اللي فوق. ما دخل. خلصنا سناك. شو صار؟ مع واحد من الاضاءه طفى. طيب السيت اب تبعي كثير تعبان، بدي اجيب باك جراوند احسن. اضاءه عندي جدا سيئه، بدي اجيب اضاءه ان شاء الله. بدي اجيب سماعه جديده، بتعرفوا ليش؟ اورجيكم ليش. هاي اليمين هاي اليسار. اللي بيكون خال اتوقع حيعرف ليش السماعات هيك صار فيها.
ما شاء الله اولاد اختي مش ما بيقصروا، بفوتوا بيخربوا لي كل شيء، خربوا لي سماعه، بيخربوا لي ماوس، كيبورد، غيرت كثير اشياء بسببهم. بالاخر بيجي بيحكوا لك طب انت ليش خالهم؟ هو ليش ابن اختي؟ هيني وصلت على الوجه الثاني اللي هو الغداء، على اساس اني كنت اطلب بتر تشيكن، بس صراحه طلعت من نفسي ما بعرف ليش. بس جيت على نفس المكان وعنده لانه سندويشات كثير طيبه، وفي سندويش كثير مشهور في المكان اسمه زنجر ميلانو، بتكون دجاج مع خبز راب وصوص هيك سبيشل عندهم مع جبنه، بتطلع كثير طيب. والله انتم بس منظرها لحالها بجنن، فعلا ملغم الصوص. طبعا ما تنسوا تطلبوها دائما تكون دبل، هي اذا حابين تيجوا لهون يعني. شوفوا منظرها يا جماعه، كل لقمه بيصير شكلها احلى، ما بعرف كيف. واو، هذا هو السبيشال صوص عندهم. ليكو 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 يا حبيبي. هون بنغرقها بالصوص زياده، بس مش طبيعي يا اخي، كل مره بدوقها بتطلع اطيب من اللي قبلها، ما فيش غلط. بصدق بعد ما اكلت هاي السندويشه فتحت نفسي هلا على البتر تشيكن. Stop it. Get some help. لا اذا بطلب زياده اكل بخرب الدايت، ما بدي. الحمد لله هيك نكون خلصنا من الوجبه الثانيه. اوكي وهلا وصلنا للمكان الثالث، هون حيكون عشانا. هذا افضل محل كباب عندي، هلا بقول لكم قصته كثير حلو، وشو هو الكباب وشو نوعه. واتوقع المايك صوته معفن لاني نسيت المايك اللي صوته منيح بالبيت. اوكي هذا طبعا مش زي اي كباب عادي، هذا كباب بوسني، يعني بهاراته بتكون غير وطريقه تحضيره بتكون غير شوي، يعني ما بيكون على الفحم، بيكون على هاي الشوايه زي ما بيقولوا. هذا اسم المطعم انه بدا اول شيء فتح اتوقع كشك او اثنين بالقريه، بعدين ما شاء الله صار يتوسع صراحه لانه كان مبدع بالكباب وكان طريقه جديده، حتى الخبز وهلا بورجيكم كيف الصوص بيكون معاه. والحلو عندهم هون انه المكان كله بوسني بحت، يعني الشفات من البوسنه واللي بيشتغلوا هون الوتريه وكله من البوسنه، حتى الديزاين تبعهم والاغاني اللي عندهم كل شيء بوسني. باسك ولا ما باسك؟ هيك بيجي الصحن، في نص ثاني بس حمود اخذه. اسمه كثير جوسي، بتحسوها زي العرايس بس اطيب، يعني ما لها دخل بالعرايس، بهاراته وتتبيلته وحتى تحميصه كل شيء غير، اطيب كثير. بحط ماسترد، بحط لبنه يعني، مش نجربها مع اللبنه الصراحه كثير رهيب. بسم الله. كمية النكهات اللي فيها والبهارات والله موزونة 100%، عشان هيك أنا بحبها كثير. هي تحسوها كفتة على كباب على أكثر من شغلة. غمس لو سمحت، خلصت السندويشة. غمس. طبعا ما بعرف إذا مبين كثير بس الإضاءة عالية، بحطوا لك بصل معاها ولبنة وصوص فليفل يمكن أو شيء بس مش كثير حر، وماستر. أطيب شيء أتوقع معاها اللبنة والصوص الحر. نعمل ميكس هيك. امسك حمود. نحط شوية بصل معاها لازم، لأنه صراحة البصل يعطيها طعم رهيب. بدون صوص ندوق اللحم نفسه لحاله. البصل بيعطيها إضافة رهيبة، جد بنصح اللي ما جربها أو اللي ساكن بالإمارات يروح على القرية أو في مطعم بدبي أو بأبو ظبي، بنصحكم تجربوه. طبعا هذا فيديو مش إعلان ولا لأي مطعم، بس هذا الفيديو حبيت أورجيكم يمكن أكثر أماكن أنا شخصيا بحب آكل عندها من فطور أو غداء أو عشاء. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى الفكرة تكون عجبتكم، ما تنسوا تعملوا شير ولايك وسبسكرايب وكومنت وكل إشي، ديروا بالكم حالكم، مع السلامة.